يا باشا انا ممكن اغسل رجل بنت حضرتك بطريقه معينه وهترجع تمشي تاني. يا راجل طيب وريني كده يمكن اشوف بركاتك. طفل مشرد قرب من رجل أعمال كان ماشي مع بنته القاعدة اللي قاعدة على كرسي بعجل. قرب منه وقال له أنا هغسل رجل بنتك وهخليها إنها ترجع تمشي تاني. ضحك الراجل طبعا بسخرية، ولكن كانت المفاجأة إنه بعد ما وافق وبعد ما الولد فعلا قرر إن هو يغسل رجلها حصلت حاجة جمدت الدم في عروقه، ومش هتتخيلوا إيه اللي حصل بعد لما غسل رجلها، والأغرب اللي هيحصل بعدها. كملوا معايا الحكاية للنهاية عشان تعرفوا ايه اللي حصل، بس مش قبل ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. رجل الأعمال الأب ده كان بقاله مدة عامين ما بيقدرش ينام نوم طبيعي، وده من ساعة لما بنته كان جالها التهاب في دماغها أثر على رجلها وخلاها قاعدة. لحد لما في يوم كان الراجل ده كان خرج ببنته بيمشيها شوية كده وهي قاعدة على الكرسي، وجه يقرب خلاص من باب الفيلا بتاعته ولسه هيدخل، كان في ولد أسمر مشرد كده كان واقف قرب باب الفيلا وشاف الأب وبنته القاعدة وهي على الكرسي. فضل يبصلهم كده وفجأة قرب منهم وطلب من الراجل وقرب وقال له أنا ممكن أساعد بنتك، ممكن أخليها إنها ترجع تمشي تاني. ضحك الراجل وافتكروا إن هو نوع جديد من أساليب بقى الشحاتة أو التسول، فقال له واحد في عمرك يا ابني ما تفكرش تضحك عليا، يعني تشفيها إزاي ولا تعمل إيه وانت لسه طفل صغير. قال له بس حضرتك جرب، أنا بس هغسل لها رجلها بطريقة جدتي اللي علمتها لي وصدقني هترجع تمشي تاني. الأب استغرب من كلام الطفل واستغرب من ثقته في نفسه أكتر وصدق كلامه والطريقة اللي بيتكلم بيها، ولكن برضو كان فاكر ان هو بيدعي اي شيء علشان خاطر ياخد اي فلوس او يعمل اي حاجة. لكن الولد بصله وقال له مش هنخسر حاجة لو جربت، جرب ولو ما مشيتش يبقى انا كنت غلطان ومش هجرب الموضوع ده تاني. ولو مشيت فضل الراجل مستني فاكر ان هو هيشرط عليه شرط بقى او عايز بقى مكافأة او فلوس وهو ده الهدف، لكن يقول له الولد ولو مشيت يبقى كفاية ان انا شفت الفرحة في عينيها وان انا شفتها انها مشيت تاني وان انت كمان هتبقى فرحان ببنتك. هنا الراجل فكر طبعا في كلامه وقال ايه اللي هيخليه يقول حاجة زي كده او يعمل حاجة زي كده وايه مصلحته وهو مش عايز حاجة. فقال له طب تعالى خش معايا البيت جوه ونشوف الموضوع ده. ودخل معاه فعلا البيت وبدأ يتكلم معاه ويقول له وانت هتعرف تداويها ازاي وكل الاطباء معرفتش تداويها. قال له انا بعرف اعمل حاجات علمتها لي جدي، علمتها لي جدتي. جدتي كانت بتعالج ناس كتير قوي وناس كتير مشيت على رجليها بسبب اللي هي كانت بتعمله. وطلع كتاب كده الجلد بتاعه كده مهري ولكن كان مكتوب فيه حاجات وطرق وتقنيات بتستخدم بالطريقة الشعبية ولكن كانت مرتبة ودقيقة ومكتوبة بطريقة يعني تخلي اللي قدامك اللي هو لما يقرأ يصدق ان في فعلا حاجة الولد ده ممكن يعملها. وكانت طريقة العلاج بتاعتها كانت عن طريق ان هي بتدعك الرجل وان هي بتدوس على نقاط معينة في الرجل على الأعصاب او على حتة مناطق معينة بتساعد على ان هي ترجع تشغل الاعصاب تاني وان الرجل تشفى وان هي ترجع تمشي عليها تاني. وكانت بتختلف من الشخص للتاني، في ناس كانت بتاخد معاها اسابيع وتخف وناس اسبوع وناس تاخد معاها وقت اطول، وده بيبقى على حسب الرغبة وعلى حسب الايمان لما ان هم يأمنوا بيك ويأمنوا انك هتشفيها او ان انت هتعمل الموضوع ده فعلا وان يبقى يكون نابع من حب جواك. وفعلا الراجل اقتنع ونده لوالدتها وقال لها على الموضوع. طبعا برضو ضحكت في الاول وقالت له ازاي بس ولد زي ده هو اللي هيشفي بنتي واحنا الاطباء كلها محدش عارف يعمل حاجة وجلسات علاج الطبيعي وكل ده محركش ساكن من الموضوع، هو ده اللي هيعمل ده. رد الولد وقال لها مش هنخسر حاجة لو جربنا، قوليلي بس الاول حضرتك انا محتاج اعشاب معينة، عايز نعناع وعايز اكليل الجبل وبعض الحاجات اللي هطلبها من حضرتك.
قالت له كل ده موجود. طبعا طلب ان هم يجيبوا له ميه فتره، وطبعا قدر كبير او اناء كبير يعني عشان يحطوا فيها رجل البنت. البنت كانت مبسوطه وكانت عايزه تخوض التجربه وعندها امل وكانت مستعده وكانت واثقه جدا في الولد ده، مع ان هم كانوا خايفين عليها، خايفين من الصدمه، من صدمه ان هي يكون ان هو بيديها امل من فراغ وفي الاخر ما يحصلش حاجه ويبقى اذاها بدل ما يطببها او بدل ما يخففها، ان هو زرع فيها امل وبعد كده يموته تاني. ولكن البنت كانت حابه ان هي تجرب، والولد طمنها وقال لها مش هتحسي باي الم. وفعلا جهز الميه وحط الاعشاب وقال لها انت هتحسي باحساس غريب بس في الاول، ولكن ده طبيعي جدا. اول سؤال ساله لها قال لها انت بتحسي اي حاجه في رجلك؟ قالت له مش بحس بحاجه، بس ساعات بحس كده بوخزات كده بسيطه كده في رجلي. قال ده كويس جدا، دي اول علامه تدل ان الاعصاب مش كلها تلفه، وان الاعصاب ممكن شغاله وانها ممكن ترجع تشتغل تاني وتتقوى تاني والعضلات تقوى والكلام ده كله. اداهم امل اكبر، وفعلا جهز الميه وجهز الاعشاب والبنت حطت رجلها في الميه. كانت حاسه باحساس لطيف جدا وما كانش فيه اي حاجه بتؤلمها، وكانوا متفقين ان لو اي حاجه ألمتها هتوقف العلاج على طول. ولكن اللي حصل بعد كده ان البنت حست ان رجلها احسن من الاول، ما بتمشيش ولا اي حاجه، لكن حست ان رجلها بدأت تحس بيها اكتر من الاول. هنا كانوا فرحانين جدا وقالوا ان هو لازم يكمل معاها العلاج كل يوم، وهو قال لهم ان كل يوم هنعمله مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. هنا يفكر الاب ويقول له وانت طيب انت هتبات فين اهلك؟ قال له انا ماليش اهل، انا ابويا وامي ميتين وجدتي كانت هي اخر حد وتوفت وانا لوحدي. طب بتنام فين؟ بنام تحت الكوبري. وطبعا هنا الاب يبص للام ويفكروا في نفس اللحظة ويقول له ايه رأيك ان انت تبات هنا معانا، بما ان انت ملكش اهل، وانت تبات هنا معانا في غرفة هنا بتاعت الخدامة فاضية محدش بيستخدمها، فانت ممكن تبات فيها ونصحى الصبح كل يوم نكمل العلاج. فرح قوي الولد وما صدقش نفسه وقال له انت بتتكلم بجد؟ يعني انا في اوضه هبات فيها؟ وصحي الصبح تاني يوم وهو ناوي علشان خاطر يكرر نفس العلاج للمره التانيه، وكرر تاني نفس اللي كان بيعمله، وكان المره دي بيدوس نقط معينه في بطن الرجل وبيدوس عليها. والاول مره البنت تصرخ بصوتها وتقول انا حسيت بصوابعه، انا حسيت بصوابعه وهي بتضغط. ودي اول مرة تحس فيها مش بوخزة بس، دي تحس بصوابعه نفسها. طبعا كلهم كانوا فرحانين ومش مصدقين، وقرروا ان هم لازم ياخدوه ويخلوه يقابل الدكتورة بتاعت العلاج الطبيعي. وما تزعلش مننا، دي مش عدم ثقة فيك، ولكن الطب الشعبي برضو لازم ان هو يخضع لتحت اشراف طبي. الولد طبعا رد بكل منطقية وقال له اكيد، وزي ما قلت لك ان العلم اللي ما بيروحش لحد ملوش اي نفع ولا اي لازمة. قرروا ساعتها وقالوا ان احنا ليه ما نتبناش الطفل ده ويبقى اخ لبنتنا ويعيش معانا على طول، ونتبناه رسميا ويبقى يحمل اسمنا. ونادوا للولد وقالوا له على الموضوع ده. الولد بصراحة ما كانش مصدق نفسه وقال له دي حاجة كبيرة جدا عليا، وجري حضن الراجل وقال له انا مبسوط قوي يا بابا. ودي اول مرة كان ينطق فيها كلمة بابا، حس فعلا بالامان. ولما الدكتورة جت وحكوا لها اللي حصل ما كانتش مصدقة، وقالت لهم انتوا ازاي تخلوا واحد زي دوت هو اللي يعالجها وهو لا عارف طب ولا اي حاجة، وطفل صغير مجرد كلام بيقوله. وفضلت تشوف الطريقة اللي هو بيعملها لحد لما كانت بتسأله انت ليه بتدوس على الحتة دي بالذات، كان يرد عليها بكل المنطقية وبإجابات طبية مستحيل ان هو يكون عرفها، وتقول ده فعلا النقطة دي هي اللي بتوصل بالأعصاب وبتعمل كذا وبتعمل كذا. وفعلا كان كلامه مظبوط وتأكدت، والولد كان ما شاء الله عليه عارف كل حاجة برضو بالتفصيل والدقة الطبية اللي هما بيستخدموها. وهنا اقترحت الدكتورة اقتراح ان هي تبدأ تستخدم مشاية، ان هي تمشي على المشاية عشان تقوي العضلات. وفعلا بعد ما كان عمل طريقة العلاج قدامها جابوا المشاية وقرروا ان هي تحاول تمشي بالمشاية لحد لما بدأت فعلا
تقدر تدوس على رجلها لأن عضلاتها اتقوت وأعصابها بقت أحسن بكتير من الأول، وفضلت تمشي بالمشاية لحد ما قدرت تمشي فعلا بالمشاية لوحدها. ومفيش أسابيع وبدأوا إن هم يخضعوا لطريقة تانية برضو عشان يقووا العضلات، وبعد كده قرروا إن هي لازم تمشي على عصاية، تشيل المشاية وتمشي على عصاية. وفعلا فضلت طبعا في الأول رجليها كانت تقيلة على الأرض، خطواتها كانت يعني حاسة إن هي هتقع، لكن كانت خطواتها ثابتة وعندها إرادة وعزيمة قوية، وهي عندها إصرار إن هي تكمل مشي. ومشيت فعلا بالعصاية لوحدها، وكانوا في منتهى السعادة اللي في الدنيا، وحسوا إن فعلا خلاص كلها حاجات قليلة قوي وبنتهم هترجع تمشي وتجري وتلعب تاني. فضل أخوها بقى ده اللي هو الولد اللي بيعالجها اللي بقى أخوها وقف لها الناحية التانية وقال لها تعالي حاولي وهتيجي وثقي فيا. فعلا خطوة تقيلة في خطوة أتقل، وبعد كده واحدة واحدة قدرت تمشي فعلا لوحدها لحد لما وصلت للولد وحضنته حضن كله حب وكله شكر، وكلهم كانوا بيهللوا من الفرحة ومن السعادة ان هو حقق لهم الامل اللي كان خلاص بدأ يموت عندهم، هو احياه من جديد. وقرروا هنا او الراجل اللي هو الاب قرر مكافأة للولد ان هو يبني مبنى متخصص لعلاج الموضوع زي اللي كان عند بنته بنفس الطريقة بتاعته، ولكن تبقى متطورة بالعلم الحديث. وده كان دور الدكتورة ودور البحث العلمي ان هم هيعملوا ده، وسموا المبنى ان هو يخلوه يبقى باسم الجدة تكريما للولد وتكريما لجدته ان هي كان ليها الفضل بعد ربنا في الموضوع ده. الحكاية بصراحة كانت جميلة جدا بالنسبة لي، كلها أمل وكلها حياة وكلها حب وإيمان. لما تؤمن بشيء وتحس من جواك إن اللي قدامك بيعمله بحب وبإيمان، وإنت يبقى عندك الرغبة والإرادة، أي حاجة مستحيلة تقدر تحققها. ودي كانت حكاية النهاردة، أتمنى إن هي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة وشير، وتستنوني كل يوم في حلقة جديدة، حكاية جديدة أو مشكلة جديدة من كلام من القلب. دمتم في حفظ الله. مي علي.